بكم مشاهدينا الكرام ومرحبا من جديد. في بيان لوزارة الخارجية أعلنت الجزائر أنها سترد بحزم على الإجراءات الفرنسية الأخيرة المتعلقة بتجميد أو تعليق العمل باتفاق عام 2013 الخاص بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، وأنها ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل، محملة فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورافضة اتهامها بالإخلال بالتزاماتها. هل اقتربت القطيعة بين الجزائر وفرنسا؟ هل اشتعلت الأزمة من جديد بين الجزائر وفرنسا؟ في بيان شديد اللهجة، الخارجية الجزائرية تعلن الرد الحازم على قرار باريس بتجميد اتفاق 2013 والذي كان يعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة. الجزائر تتهم فرنسا بخرق الاتفاق وتحذر من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. فما خلفيات هذا التصعيد؟ وما الذي تنتظره باريس من الجزائر؟ دعونا نغوص في التفاصيل. معي بهذا الصدد مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة سيد زكي عليلات، الصحفي بجريدة الجزائر الجديدة. سيد عليلات، أهلا بك ومرحبا. ماذا أولا عن بيان الخارجية الجزائرية؟ صحيح حكيم، شكرا جزيلا لك. كما تفضلت وقلت وأن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بما يعادل إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته، وهذا الكلام كان يأتي في كل مرة على لسان وزارة الشؤون الخارجية بعد ما تصفه الخارجية بأن هناك خرق لإجراءات وخرق لقوانين ومواثيق دولية. بخصوص البيان، تحدث فعلا كما ذكرت عن اتفاق عام 2013 متعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، وحتى جوازات السفر حاملي بمهمة. ويقول أو تقول الخارجية إن فرنسا تتحمل المسؤولية الكاملة في الانتهاكات المتكررة لهذا الاتفاق، ورفضت الجزائر بشكل قاطع ادعاءات السلطات الفرنسية بأن الجزائر هي من أخلت بالالتزامات. حكيم، البيان ذكر أيضا بأن الجزائر استدعت القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر هنا 4 مرات كاملة للاستفسار حول إخلال فرنسا لتعهداتها فيما يخص مسألة التأشيرات عموما، تقريبا جوازات السفر الدبلوماسية وحتى جوازات السفر بمهمة. ولكن حسب بيان الخارجية الذي كان اليوم لم يأتي جواب إلى غاية اللحظة، جواب كافي من قائم الأعمال، ويقول بأنه لا يحوز على أي تعليمات من طرف الخارجية. حكيم، بيان الخارجية أيضا استعرض بأن هذه المبادرة، مبادرة اتفاق أو إعفاء حاملي جوازات السفر من التأشيرة، كان بمبادرات ملحة من فرنسا لعدة مرات، وكانت الجزائر ترفض، ولكن تم التوصل في 2013 إلى اتفاق كان بمبادرة فرنسية عفوا. وتقول الجزائر اليوم بأنها لا تبدي أي تعلق به، لأنه اعتبرت الجزائر بأنه أصبح أصلا في عداد المجمد من الطرف الفرنسي. طيب سيد زكي عليلات، باختصار ماذا الآن عن تنصيب رئيس جديد لمجلس الأمة الجزائري؟ صحيح، اليوم حكيم تم تنصيب سيد عزوز ناصري رئيسا جديدا لمجلس الأمة بعد نيله ثقة كافة المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة. سيد عزوز ناصري هو رجل قضاء ورجل سياسة، شغل وخريج مدرسة العليا للإدارة، شغل عدة مناصب، كان رئيس محكمة العليا في التسعينات وغيرها، ورئيس أو نائب بالمجلس الشعبي الوطني في بداية الألفينات، ويعني رجل سياسة ورجل قضاء. اليوم في كلمته خلفا للسيد صالح جوجيل اختار أن يوجه رسائل لأطراف معينة خاصة إلى فرنسا، وقال بأنها تسعى إلى زعزعة استقرار مؤسساتها الدستورية والتشكيك في القضاء الجزائري. قال السيد ناصري بأن الجزائر ترفض ما أسماه بالابتزاز السياسي وكذا محاولات اختراق سيادتها تحت غطاء دبلوماسي. وربما كان يشير هنا السيد ناصري إلى الموظفين القنصليين الفرنسيين الذين طردتهم الجزائر قبل حوالي 10 أيام. أيضا يقول السيد ناصري بأن فرنسا
تحن إلى ماضيها الاستعماري، وكان له كلمة أيضا شملت تحديات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية التي تعيشها الجزائر، ودعا الجميع إلى التكاتف والوقوف خلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. جزيل الشكر لك سيد زكي عليلات، الصحفي بجريدة الجزائر الجديدة. أهلا بك متحدثا من الجزائر العاصمة. الملف يزداد تعقيدا، والتوتر بين الجزائر وباريس بلغ مرحلة دقيقة. هل سنشهد قطيعة دبلوماسية أم تسوية وراء الأبواب المغلقة؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، لأن التطورات القادمة قد تغير معادلات كثيرة في العلاقات الدولية شمال إفريقيا.